حفر رجل حفرة في الأرض المغطاة بالثلوج وطلب من ابنته أن تنزل فيها. لم تقل الفتاة شيئا. بصمت مشت حافية القدمين نحو الحفرة الجليدية ثم دخلت فيها. سرعان ما أصبح جسدها باردا وزرقت شفاهها، لكن والدها وقف عند الحافة يراقب فقط. فالحقيقة كانت الفتاة ترى كوابيس مخيفة في أحلامها. كانت تجد نفسها محبوسة داخل خزان ماء، وكلما استيقظت كان الدم يسيل من أنفها باستمرار. لذلك قرر والدها مساعدتها على التغلب على خوفها. وبعد ذلك لم تعد ترى ذلك الحلم مرة أخرى. ولكن في نفس اليوم عندما ركبت حافلة المدرسية نبهها أحد زملائها إلى أن أنفها ينزف من جديد، وقبل أن ترد اهتزت الحافلة فجأة بقوة، اخترقت الحاجز على الجسر وسقطت في النار. بدأ الماء يتسلل إلى داخل الحافلة بينما كانت تغرق ببطء. بدأ الأطفال بالبكاء المستمر، لكن نينا وحدها قررت النزول إلى الماء لأنها كانت قد تدربت من قبل. حاولت كسر النافذة لكن للأسف كانت ضعيفة جدا، فصعدت لأخذ نفس ثم غاصت مجددا تبحث عن مخرج. رأت ضوء خافتا في الأمام وأخبرت زملائها، لكنهم كانوا خائفين جدا. اضطرت نينا للسباحة وحدها، وبالفعل تمكنت من الخروج عبر جزء مكسور من النافذة. سبحت بكل ما لديها من قوة، لكن الهروب من الحافلة استنزف كل طاقتها، وقبل أن تصل إلى السطح فقدت وعيها. في تلك اللحظة أضاء نور عليها ووجدت نفسها في عالم آخر. كان جسدها المرتجف محاطا بفقاعة مائية. مدت يدا إلى الماء وسحبت الفتاة إلى الخارج. أخذتها امرأة بين ذراعيها وقدمت لها خيارين: إما أن تصبح ملاكا مثلها أو تعود إلى عالم البشر وتتحمل كل شيء من جديد من أجل رؤية والدها مرة أخرى. اختارت نينا العودة، وكثمن لذلك أخذت الملاك عينيها بعد 7 دقائق من وفاتها. وجدها والدها على ضفة النهر، وسرعان ما استعادت وعيها عانقها والدها بقوة. فتحت عينيها تماما لكنها لم تعد ترى شيئا، كان كل ما تراه هو الظلام. شعر والدها بحزن عميق.